السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا سيدينا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. طبعا زي ما انت عارف، انت لسه ما عرفتش ان في 3 حاجات مهمه لازم تعملهم، هم اللايك والشير والاشتراك في القناه، طبعا تفعل الجرس تبعت عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله انا هنزله. طبعا عندك اي سؤال عن السمارت ووتش او اي حاجه في البرامج اللي بتشغل السمارت ووتش فاكتبها لي في التعليقات هنا، او عندك لينك الفيسبوك والانستجرام والواتساب موجودين عندك في الديسكربشن. فيديونا النهارده بقى نتكلم على حاجه انا كنت بنبه عنها الفتره اللي فاتت دي، وهي الالترا او التقليد الالترا اللي هي الاكس 8 الترا بلس. الشكل اللي قلت لك قبل كده، العلبه اللي شكلها بتلمع كده وفيها بروز، دي اللي بتكون الاصليه. هي مش اصليه، هي تقليد. فالتقليد نزل منه تقليد تاني. تخيل انت بقى النظام هيبقى عامل ازاي. فتعالى اوريك شكل العلبه عامل ازاي. دي انا هسميها الاكس 8 الترا بلس لايت، زي فيسبوك لايت كده. طبعا انت مجرد ما تمسك العلبه، مسكت العلبه الاولانيه اللي هي الاصليه، هتلاحظ الفرق يعني بطريقه غريبه. يعني الفرق كبير قوي بالنسبه للعلبه وبالنسبه طبعا للشكل اللي بره ده. الشكل اصلا ممسوح. يعني انا قلت لك قبل كده في هنا علامه بتلمع كده، فين هي العلامه؟ مفيش حاجه بتلمع. فالفكره ان هو مجرد ما تمسك العلبه دي وتمسك العلبه الثانيه هتعرف الفرق على طول. طب هو الفرق في العلبه بس؟ لو في العلبه الموضوع سهل جدا. لا، الفرق بقى في الامكانيات وفي الحاجات اللي جايه معاها. تعالوا بقى نفتح العلبه كده ونشوف الفرق اللي موجود فيها. طبعا اول ما هنفتح العلبه كده، اول حاجه هتقابلك ان الثانيه كان فيها ورقه كبيره كده بتاخد كل المساحه دي. طبعا دي جايه معاها ورقه زي كانها الحاجات اللي هي التي 5 اس والتي 500، الحاجات اللي هي الشعب دي. فسيبك من كل ده عادي. نيجي مثلا على الاستراب بتاعها، الاستيك بتاعها. طبعا خاماته مختلفه عن التاني، بس هو تقريبا مفيش فرق، لان هو اللي هتلاقيه لو انت عاوز تجيب استيك تاني فهو نفس اللي موجود في السوق. تاني حاجه نتكلم عنها هو الشاحن بتاعها. طبعا لازم يكون شاحن وايرلس، والموضوع ده برضو بالنسبه لي سهل، لان انت ممكن الشاحن بتاعك يبوظ تجيب شاحن غيره، فمش هتكلم برضو في النقطه دي. نيجي بقى لاهم حاجه وهي الساعه نفسها. طبعا بالنسبه للورقه وبالنسبه لكل حاجه فيها فهي عامله زي الساعه العاديه، فتشيل الورقه دي خالص ونرميها عشان ملهاش لازمه بالنسبه لي. فنيجي بقى على اهم حاجه وهو المنظر الخارجي للساعه. طبعا مع بعضنا كده ونلف حوالين الساعه. طبعا هنا حكايه المسامير ما تفكرش فيها اصلا ان يكون فيها مسامير. فاللي هنا طبعا قدامك منظر، حتى النقطه اللي هنا بتمسك الاستيك اللي هو اللوك اللي هنا ده، دي منظر برضو يعني مرسومه كده، بتحس ان هي بمكنه ليزر رسماهم. فطبعا اختلاف كبير جدا. غير ان خامه الغريب قوي خامه الحته. بص، المفتاح اللي هنا ده او الزرار اللي هنا ده خامته تحس ان هو معمول من البلاستيك اللي بيتعمل في الصرف الصحي. حاجه غريبه جدا بصراحه يعني. فالحجم بتاعها طبعا اصغر من الثانيه بشويه، مفيش فرق بسيط يعني. وعندك طبعا المكان هنا، الحته الكبيره دي طبعا دي صغيره عن الثانيه. ومش هكلمك طبعا عن الزرار اللي هنا والزرار اللي هنا والمايك بتاعها. وهنا شكل الصوت، طبعا مخارج الصوت مختلفه خالص، يعني السماعه هنا مختلفه غير الاكس 8 الترا اللي احنا اتفرجنا عليها. فمفيش مشكله، كل ده تمام. نيجي نفتح بقى الساعه ونشوف الشكل بتاعها عامل ازاي من جوه. طبعا البكره معاك شغاله، ودي خلفيات موجوده في الساعه. وطبعا نشوف الخلفيه دي تمام، بتغير بس بطيئه حبتين، فمش مهم معانا. كل ده تمام، شغال. نيجي بقى نفتح من فوق كده. طبعا شكل الساعه حاجه تانية خالص غير اللي احنا كنا شايفينها قبل كده. طبعا قدامك البلوتوز الموجود، اسمها ايه دي اللي هي الحاجات الاصل اللي احنا بنستخدمهاش، اللي هي المصباح. يعني كشاف انا مش هستفاد بيه في الساعه بتاعتي. طبعا هنا نسبه اضاءه الشاشه، هنا الجري، هنا البلوتوز اللي قلت لك عليها قبل كده لو عايز ان انت توصل موسيقى للسمارت ووتش بتاعتك. طبعا المربع ده بيتكلم عن ستايل القايمه من جوه. لو عملنا مثلا من الجنب كده هتلاقي طبعا اشعارات، مفيش حاجه لان انا مش موصل الساعه بتاعتي. سحبنا من تحت كده برضو هتجيلك اللي قدامك دي اللي هي التطبيقات اللي موجوده في البتاع نفسها. الفكره بقى انا عارف ايه الفكره، ان هي فعلا يعني مش هقول لك ان هي بطيئه، لا هي سريعه في رد الفعل. بص سريعه معايا. الفكره بقى ان احنا نروح على الاعدادات هنا. طبعا بتدعم اللغه العربيه، ده المفروض يعني. عندك هنا طبعا شكل التطبيقات او شكل الكلام نفسه، التنسيق بتاعه مختلف خالص. عندك هنا السطوع مصباح يدوي، طبعا بالنسبه لي ملهاش لازمه خالص لان بتاكل البطاريه معاك. وصدمه، اسلوب، لغه، وضع اللغه، ابحث عن الهاتف، كلمه السر، حاول. طبعا هنا مفيش بقى حكايه ان انت تدور على الزرار اللي في الجنب ده اللي هو الاختصار، لا مش موجود معانا هنا. فنيجي مثلا نشوف، مش عايز طبعا ثواني معايا بس كده، انا مش عايز اروح لك على حاجات القياسيه، يعني مثلا نبضات القلب، نسبه الميه في الجسم، الاكسجين، الحاجات دي مش هتشتغل. انا اقول لك من غير ما اجرب مش هتشتغل. وعندك فيسبوك وعندك واتساب وعندك تويتر وعندك سكاي. الحاجات دي يا جماعه اصلا لو معظم الساعات التانية حتى لو ساعه عاليه
معظمهم بيجيب اشعارات بس، يعني ما ينفعش ان انت تخش من جوه تفتح مثلا الرسائل لو فيها مثلا صوره ممكن تشوف الصوره، فيها فويس تسمعه، لا مفيش الكلام ده خالص. هو بيجي لك اشعار بكتابه مثلا حد كتب لك كذا، فلان كتب لك كذا، بس مش هيجيب لك يعني امكانيات اكتر من كده. ففي حاجه بقى عايز اقول لك عليها في الساعه دي، ان الساعه دي فيها 3 باور، 3 زراير باور. اول واحد معانا الزرار اللي هو الكبير اللي هنا هو البكره ده، تمام. تاني زرار معانا الزرار اللي هنا ده. تالت زرار معانا زرار الاختصار. تخيل بقى، يعني كل دي زراير للباور. طبعا حكايه الشاشه سوبر اموليد والكلام ده مش موجود معانا في الساعه دي. بص انا زي ما اوريك الساعه الثانيه هوريك برده التقليد بتاعها، يعني هي التقليد بتاعها ما كملش شهر وهو بنزل وراه على طول. فانت ممكن تلاقيها على النت مثلا بسعر خيالي جدا، ازاي بقت بالرقم ده، وتقوم مشتريها على طول فهتجيلك الشكل اللي احنا لسه عارضينه ده. نيجي نتكلم عن البطاريه بتاعتها. بالنسبه للبطاريه السمارت ووتش دي فهي حسب استخدامك برده، بس ممكن تقعد معاك مثلا 3 ايام شغاله. وزي ما بقول دايما لو الساعه بتاعتك فاصله ما تدوس على زرار الباور وتحاول تفتحها، لان ده بصراحه بيموت البطاريه. البطاريه بتعوز تتشحن بقى من جديد، فانت لازم تفك الساعه عشان تقوم البطاريه من جوه. الحل الامثل او الحل الصح ان انت اول ما يجي لك السمارت ووتش بتاعتك تشحنها على طول، وطبعا ما تحطهاش اكتر من ساعه على الشحن. ما تقوليش بقى تجيب الساعه الثانيه ونجيب الساعه دي ونشوف الفرق بينهم، لان الفرق شاسع جدا، فرق كبير جدا بينهم. فحوار ان انا اجيب لك ده مع ده واقول لك ان دي الاصليه ودي التقليد صعب، لان هو بصراحه ما فيش اصلا مقارنه بينهم، لان هم مش شبه بعض. وفي حاجه مهمه جدا انا بصراحه عمال اضحك عليها، وهي الابلكيشن بتاعها. طبعا الابلكيشن المعروف للساعه دي هو الوير فيت برو. نيجي نفتح الساعه بقى وتشوف الابلكيشن بتاعها، فهو هيقول لك على طول ان هو هيريفاي. بالظبط نفس السيستم ده هو في الساعات اللي هي العاديه ب 300 جنيه، اللي هي تي 5 اس، اللي هي الاف تي 80 و50 وال30 والتي 55 والتي 5، كل الساعات دي كلهم واحد، نفس التطبيقات ونفس كل حاجه فيها. ودي بصراحه حاجه ضحكتني قوي ان هم يحطوا لك ابلكيشن وير فيت برو وهو الابلكيشن بتاعها اصلا هيريفاي. نصيحتي ليك ما تتخدعش باي سعر رخيص. يعني مثلا الساعه دي هي سعرها دلوقتي 700 جنيه على حسب، طبعا بيتغير مع الوقت. فانت لو لقيت ساعه يعني اقل من 700 جنيه ما تشتريهاش بالنوع ده. الاكس 8 الترا دي ما تشتريهاش اقل من الرقم ده خالص، لان الرقم ده اصلا ميت. يعني هو اللي انا شرحتها قبل كده تقريبا كانت عامله 900 جنيه او 950، هي دي بقى اللي انت المفروض تشتريها. يعني ما تسترخصش في حاجه زي كده، ان هي هتجيلك الشكل ده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا في حاجات مهمه جدا لازم تعملها، وهو ان انت لو عايز تسالني على حاجه ابعته لي على الفيسبوك او الانستجرام او الواتساب، او ممكن تكتبه لي في تعليقات هنا وانا ارد عليك على طول. وعندك اي استفسار على اي حاجه، عايز تتكلم مثلا على ساعه معينه او على برنامج معين، اكتبها لي برده في التعليقات عشان نتكلم عنها الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنسانيش بقى في لايك او اشتراك في القناه. واستنوني الفيديوهات الجايه كتير ان شاء الله. وزي ما بقول لكم دايما فكروها صح.